كنت اعمل امين مخزن، مش انا يعني، كنت اعمل سؤال جه لحضرتك ثم عرفت ان صاحب العمل كان يعمل بالربا والعياذ بالله. هل كان مرتبي قبل ترك العمل، هو لما عرف ترك العمل واضح كده من السؤال، هل كان مرتبي قبل ترك العمل حلال ام حرام؟ لا، كان حلالا، لأن الأجر الذي كان يأخذه كان في مقابل عمله هو، مش في مقابل عمل الراجل، ولا في الشغلانه مع الراجل، لا خالص اطلاقا، هو مقابل عمله، هو راح عمل شال حاجات يعني مش القضيه اني عرفت، القضيه ان انا ما كانش حتى لو عارف انه بيشتغل في ماليش دعوه. خلاص، لا هو لو وجدت بقى ما هو افضل، لان المال يصير في شبهه، لان انا ليه بقى؟ لان انا لما اترك اللي بياكل بالربا وده يترك اللي بياكل بالربا وده هيضطر هو يترك الربا، وهو لما يترك الربا يعود بالنفع علينا، لان التعامل بالربا سبيل الى فتح باب الحرب مع الله. ربنا يقول قال فاذنوا بحرب. خلينا نتكلم بصراحه يا شيخ اشرف. نعم. طب ما فلوس اي دوله، مش يعني اي دوله ومفرض فيها انها دوله اسلاميه قد يدخل فيها الحلال بالحرام. تمام. لان في مصانع بتشتغل في الدخان او تمام. بتشتغل في بيره او في كده، داخل فيها بنوك، والناس في ناس حلتها وفي ناس ما حلتهاش. تمام. هل الموظف اللي بيقبض من مال الدوله ده زي ما بعض المتشددين بيقولوا انه يعني يروح بقى خلاص يبقى فلوسه حرام، ولا هو ليه هو بيشتغله؟ لا لا، طب ما كده كل جنيه، كل ورقه بنك نوت انت هتمسكها يبقى حرام. بالظبط. طب يبقى الحل ايه؟ منين؟ ما فيش. لا، هذا الكلام ليس على هذه الكيفيه ولا على هذه الصوره على الاطلاق. ليه؟ لان انا عندي في نظام عام، انا باسير على هذا النظام العام، ما ينفعش انا اخرج خارج هذا النظام. طب اروح فين؟ لا، وليه دعوه انا بشتغل ايه؟ انا شغل حلال ولا انا باخد اجر في مقابل عمل. ولذلك هنا احنا المشكله مش في كده. المشكله ان المصادر اللي جايه لي ثلاثه، اما حلال واما حرام واما شبهه. الحلال هو ما كان حلالا صافيا، ان انا عملت عمل حلال مباح واخذت عليه اجر، خلاص الموضوع كده منتهي. طب الحرام ان انا عملت عمل غير مباح شرعا وقانونا ورحت واخد عليه الاجر، يبقى ده حرام. طب الشبهه ان انا اعمل عمل حلال في موطن يحدث فيه الحرام. كويس قوي. تمام. زي ما انا اتعامل في بنك، كويس، هذا البنك انا عارف انه بيتعامل بالربا، ده على فرض بقول لحضرتك يعني بيتعامل بالربا. فهذا البنك هل كل تعاملاته هو البنك بس ما بيديش فلوس غير لبتوع الخمور والمخدرات والبتاع؟ طبعا لا يمكن. اكيد هناك اعمال اخرى. فاختلط هذا المال على هذا المال ودخل هذا من هذا، معاملات اختلط بعضها ببعض، فصار المال الصادر منه مال شبهه، والشبهه حكمها عند الفقهاء انها مكروهه. طيب في سؤال من اخت بتقول لك انا عصبيه جدا، ساعدوني كيف اتحكم في اعصابي. تمام. عصبيه جدا، محتاجه كل يوم تختار وقت من الاوقات على مزاجها هي، الصبح، الظهر، العصر، العشاء، اي وقت يناسبها، تقعد ربع ساعه تتوضا وتروح قاعده كده على سجاده الصلاه ربع ساعه منفصله، ماسكه لسانها ما تتكلمش بلسانها، انما تذكر الله بقلبها ربع ساعه باستدامه. قالت كل يوم الساعه 7، يبقى لو عندها ايه الساعه 7 هو هذا وقت مقدس لله تبارك وتعالى. تعتاد النفس عليه ويعتاد القلب عليه ويعتاد المخ عليه، فيحصل ايه؟ هدوء في وقت معين، ريلاكس كده، ريلاكسيشن في الوقت ده، في الربع ساعه ده. الهدوء ده اللي هي عاشته وفي التوقيت ده يديها طاقه، هذه الطاقه يستمد منها المخ على مدار اليوم ازاله العصبيه. ده الجمال ده، دي وصفه جميله جدا. جربوها بقى، احسن من اليوجا. يوجا اسلاميه. جميله يا شيخ اشرف. الله يخليك. مشغول ببيتي واولادي واقوم بكل الفروض والنوافل، ولكني لا استطيع قراءه جزء من القران. تمام. شوف، قراءة جزء من القرآن لو الإنسان اعتصم بالله سبحانه وتعالى فإن الله يعطيه ذلك، لكن الإنسان لو قدر مش لازم تقرأ جزء، اقرأ نص جزء، مش لازم نص جزء، اقرأ ربعين، اقرأ 3 آيات، يعني أدنى نصاب 3 آيات، وأعتقد 3 آيات مش هياخدوا منك دقيقة واحدة. لما تتعود على ال3 آيات بقى حاجة ثابتة، زود، خليهم 6، خليهم 9، خليهم 12، وهكذا كل يوم تزود شيء أو كل أسبوع تزود على العدد اللي أنت فيه، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك صالح العمل. في سؤال جه لحضرتك برضه بيقول هو ان هو خاطب جديد، وبيقول يمسك ايد خطيبته ولا لا؟ يمكن بيعديها ولا حاجه يا شيخ اشرف؟ لو بيعديها الشارع يحط فوطه بقى بينه وبين ايديه يعني. انا اعتقد انه لا يصح هذا، لان هذا امر يدعو الى ما بعد ذلك. يعني إدام خاطب وبتاع الشيء لزوم الشيء يعني. لابد أن يحافظ على مبادئه وقيمه ودينه وشرعه. الإنسان لما يحافظ على هذا يصل إلى الأفضل، والله أعلم. طيب ناخد اتصال من الدكتورة نوال. السلام عليكم يا دكتورة. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بحيي حضرتك على الشخصيات اللي بتنتقيها فعلا، والله وربنا يكرمك. ربنا يخليك يا دكتورة ويبارك في عمرك يا رب. حضرتك حاجة، هو أنا كواحدة عادية المفروض يبقى ليا مذهب معين أتبعه، يعني مذهب شافعي أو مالكي أو سؤال وجيه جدا. وبعدين أنا هعرف منين كل الرخص اللي بيقولها سين منهم أو صاد منهم أو كده؟ ولو أنا سمعت مثلا رخصة بيقول الشافعي قالها أو رخصة ثانية المالكي، هل أنا أخذ أي رخصة منهم؟ يعني حتى لو أنا متبع أحد المذاهب وعرفت رخصة في مذهب آخر أخذ منها، ولا كفاية اللي أنا فيه؟ وبعدين أنا إزاي أعرف كل الرخص بتاعت مذهب معين فيهم؟
انا كواحده عاديه يعني. ايوه حاضر. يا ريت ربنا يكرمك بس لو نعرف الاجابه. حاضر يا دكتوره، كتر خيرك، نشكرك على اسئلتك كلها. اتفضل يا فندم. هو احنا بنتبع في المذاهب مذهبا واحدا لطالب العلم، الانسان الدارس او الشيخ او العالم او كذا بيتبع مذهب واحد، بيبقى حافظ المذهب ده ومدقق عليه كويس قوي وماشي على هذا الاتجاه. لكن بالنسبه لعوام المسلمين ليس لهم هذا، ملوش انه ياخد مذهب واحد معين من المذاهب عشان هو انا هقول لسيادتك على حاجه، هو سريعا لان الوقت ده عايز موضوع حلقه يعني. كانت في زمن من الازمنه او في ازمان من الازمنه يعني اللي فاتت، القرون الوسطى وغيره، كانت كل مصر يعني مثلا مصر مذهب فلان، هنا العراق مذهب فلان. يعني كل بلد كان ليها، او الامصار هنا مصر كنت اقصدها بمعنى مفرد امصار يعني. او الدويلات الاسلاميه كانت تحت خلافه اسلاميه، ولكن كل حد او كل قطر بياخد بمذهب معين. تمام. واحنا عندنا هنا كمان ده عشان تشريع قانون للدوله يمشوا عليه. لا يعني كان القاضي هو بياخد بالمذهب ده. أيوة، هل احنا في عصرنا ده مطالبين ان انا يبقى لي مذهب من المذاهب الاربعه، او هم اكثر من اربعه على فكره يعني؟ فايه رايك حضرتك؟ لا انا شايف ان عوام الناس ليس لهم ذلك. وبعدين مساله الرخص اللي بتتكلم عليها، الرخص دي مش حاجات مفتوحه لكل واحد له رخص معينه، لا ده هي الرخص ثابته لدى الجميع، عندهم كلهم الرخصه حاجه ثابته لدى الجميع، كل الفقهاء مش حاجه كل واحد له رخصه وكل واحد له، لا خالص. انما هو كل واحد له راي وله اجتهاد في مسالته وله كذا، لكن انا مش هقعد انقي بقى الحته اللي على هوايه اخدها واللي مش على هوايه اخدها، لا بقول لك اعرف منين؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني اروح اسال الشيخ بقى. اسال الشيخ وهو اللي يعرف، بالتالي ما اروحش اسال الثاني يعني. ولا حتى هو اداني مره هنا يعني فتوى من مذهب الحنفي ماشي، مره من مذهب مالكي مش شغال. لا علاقه، لا علاقه لي بهذا. بالنسبه لعوام الناس لا علاقه. يبقى هاتها في عالم واطلع منها سالم. رقبه عالم. رقبه عالم. يعني المشكله بس اختار العالم بقى. اختار العالم الذي اثق بدينه يعني. نعم. طيب نفسي في دعاء جامع للصحه والستر والعلم والرزق والزواج. حلوه والزواج. خلينا في دعاء الزواج بس ولا خلينا في كله؟ احنا بتوع الجامع. احنا دايما نقول اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم امين. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. وده في زواج فين بقى؟ ما هو ربنا يحفظها بقى. يحفظها بقى بكل ما تحوي الكلمه بمعنى بقى يحفظها من الحرام، يحفظها من كذا، كل شيء ان شاء الله. اخر سؤال سريعا او يعني من اواخر الاسئله، زوجي متيسر الحال فانا باخد ست بتاخد الفلوس من وراه وبتشيلها بس بالمعقول، هل ده حلال ولا حرام؟ لا يجوز طبعا. المساله دي كده لا تجوز. هي بتعول على دي سرقه كده. نعم بتعول على حديث هند بنت عتبه اللي هي لما النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث ان المراه لا تاخذ يعني لا يسرقن في المبايعه، فقالت ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه ولا يعلم. قال لا خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هي بتقول انا بحوش والنبي قال خذي، لو هو منع مقطر عليها ما فيش اكل ما فيش شرب ما فيش كذا ماشي، انما غير كده هذا لا يجوز. مفيش حاجه اسمها خدها اشيلها دي. لا اشيلها دي لا. سيدنا عمر لما لقى مراته اتشالت وجابت حاجه، لا طب ما كده كنا احنا مزودين بقى. نعم. زياده في التقشف يعني والزهد. كنت اعمل في مكان ولكن يدي سرقت سريعا. ايدي؟ كنت بشتغل في مكان ولكن ايدي سرقت. يرد المال الى اصحابه. يرد ازاي يا شيخ؟ بصوره من الصور، اي صوره من الصور. كانه بقى تبرع، كانه اي حاجه، المهم لازم يرجعوا يدخلوا لنفس صاحب. ما عرفش يتوب الى الله سبحانه وتعالى. هي صدقه لا تسقط عنه. الصدقه لا تسقط عنه. لا يتصدق بواهب ثوابه لصاحب المال. ما ينفعش، لان العمل هذا يفتقر الى نيه، لازم نيه صاحبه ونيه فاعله. لكن هو يعني يتوب الى الله سبحانه وتعالى، والتوبه معناها الرجوع عن الذنب والاقلاع عنه، فما دام اقلع خلاص ربنا يتوب عليه ان شاء الله سبحانه وتعالى. شيخ أشرف الفيل، بشكر فضيلتك شكرا جزيلا على وقتك وعلى علمك وعلى حضورك معنا، وهي علمتنا كثيرا في هذه الحلقة ودعبتنا كثيرا، وكده النساء أعظم من كده الشيطان. لا ما تدعيش على دي بقى لحسن يحمسونا. لا والله كانت دعاء ولكنها من القرآن يعني. نعم. طب اختم لنا بدعائك اللي أنت قلته برضه للناس. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أحبائي نلقاكم دائما وأبدا على خير ما دام في العمر بقية. أشوفكم دائما على خير وعلى ما يجمعنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.